تخيل يا عزيزي المستمع ان اسمه ايه ده عايش حياه مزيفه وكل اللي حواليه بيكذبوا وبيمثلوا عليه، وحياته كلها عباره عن بث مباشر بيتعرض للناس على مدار 24 ساعه، وطول عمره عايش متراقب من ساعه اللحظه اللي اتولد فيها لحد لما كبر. وحتى المدينه اللي هو عايش فيها مش حقيقيه اصلا، لدرجه انه ما بقاش عارف نفسه هو يبقى مين. ده بقى اللي بيتكلم عنه فيلم النهارده، فاسمع وركز ويلا نبدا الفيلم. وبيبدأ الفيلم باسمه ايه، او خلينا نقول اسمه بقى، مش كل شوية واحنا بنبدأ هنقول اسمه ايه ومشطوب الاسم والكلام ده، يلا من تاني. وبيبدأ الفيلم بترومان اللي بيكون طالع من بيته وبيصبح على الجيران وبيقول لهم صباح الخير يا جماعة، فبيقولوا له صباحك زي العسل، قال لهم ولو ما عرفتش اشوفكم في صباح الفل في مساء الفل في تصبحوا على خير. وبيجي يركب عربيته عشان يروح الشغل، بس فجأة الكشاف او المصباح ده بيقع من السما ما تعرفش وقع منين، ولما بيروح عشان يشوفه بيلاقيه مكسور وبيستغرب انه ده ايه ووقع منين، دي حاجة غريبة يعني. ولما بيركب عربيته وبيطلع بيها بيسمع في الراديو ان كان في طياره اضطرت انها ترمي كام حاجه كده وهي طايره في السماء عشان قال ايه كانت بتواجه مشاكل ملهاش تفسير. فترومان بيوصل عند عمك الحاج ده، عمه هو مش عمنا احنا، وبيشتري مجله من عنده وبيكمل في طريقه. فالاتنين دول بيوقفوه في الشارع وبيقولوا له قشطه يا ترومان صباحك زي العسل، انت عامل ايه ومراتك عامله ايه؟ وباين عليهم انهم توأم خالص اهو يا عزيزي المستمع. واليافطه اللي ورا ترومان دي بيكون واضح انها اعلان لمطعم او وجبه ولا حاجه. وبيكمل في طريقه لحد لما بيوصل لشغله وبيقعد على مكتبه وبيتكلم في التليفون مع واحد عشان يظبط له سفريه قريبه لمدينه اسمها فيجي. واسمه ايه زميله في الشغل ده بيقول بص يا ترومان، الجورنال ده بيقول ان المدينه بتاعتنا احسن مدينه على الكره الارضيه. فقال له ماشي بس مش وقته. وبيقول لي اسمه ايه اللي في التليفون ما تدور لي كده على اسم لورين جارلاند في القائمه عندك. فقال له مش موجود. قال له طب سيلفيا جارلاند؟ فقال له مفيش. قال له طيب متشكر. وبيطلع المجله اللي اشتراها من الحاج وبيقطع منها الجزء بتاع عيون البنت اللي في الصوره دي عشان يخليها معاه، وبيعمل نفسه انه بيكح عشان محدش يقول له انت بتقطع في ايه. ومشطوب الاسم زميله في الشغل بيقول له بقول لك يا ترومان ما تاخد بعضك وتروح تركب عباره في البحر، اهو منها تغير جو شويه وتشم شويه هوا حلوين. فقال له طب ماشي حلو قوي ده. وبياخد بعضه فعلا وبيروح للمينا. وبيقول اسمه ايه ده اديني تذكره. فبيقول له ذهاب بس ولا ذهاب وعوده؟ قال له ذهاب وعوده. قال له طب حلو قوي وبيديها له. فترومان بيروح عشان يركب العباره، واول لما بيعدي وبيدوس على الجسر ركبه بتبدا تخبط في بعضها لما بيشوف الميه، وخصوصا لما بيشوف المركب الصغير الغرقان ده، وما بيعرفش خالص انه ياخد خطوه زياده لانه بيكون مرعوب فعلا، كأن البحر ده عمل معاه الغلط قبل كده او موقف مش حلو. وبيرجع تاني عشان يروح على البيت. وبعدها بيكون قاعد بيظبط في الجنينه بتاعت بيته ومراته بتبقى وصلت وبتقول له ازيك يا حبيبي، شوف انا جبت ايه معايا، دي مقشره او مبشره او قطاعه كله مع بعضه يعني وفيها كذا اوبشن. فقال لها طب حلو قوي. وبالليل بيكون قاعد مع صاحبه اللي بيبقى بيشرب بيره وبيقول له البيره دي طرش اللي انا بقوله ده. بص انا هفهمك كل حاجه دلوقتي يا عزيزي المستمع. وترومان بيكون بيقول له انا عايز اسافر بره بلدنا دي بقى يا مارلين. فقال له ليه كده يعني يا ترومان، هي البلد اثرت معاك في ايه؟ ما انت معاك وظيفه كويسه ومتجوز ومستقر، ده انت ليك مكتب لوحدك في شغلك يا ترومان، عايز ايه تاني؟ طيب ما قلتليش بقى عايز تسافر تروح فين؟ قال له فيجي. فقال له فيجي انت عايز تروح هناك فعلا؟ قال له هروح بس الموضوع مش بالبساطه دي، هي عايزه فلوس تخطيط ومعافرة، يعني ما اقدرش اخد شنطي واروح على طول كده، بس يا مرن انا هعملها في يوم من الايام، هعملها وهوصل، والموضوع مش مستحيل على فكرة، مفيش مستحيل يا مارلين. وبعدها بيكون قاعد على شط البحر لوحده وبيفتكر زمان لما كان صغير كان مع ابوه على مركب في نص البحر وبيتمشوا بيه، وكان وقتها الجو مش كويس خالص، عواصف وبرق والجو ما كانش مستقر خالص يعني. وابوه ساعتها كان عايز يرجع عشان الجو ده، بس ترومان كان بيتحايل عليه انه يكمل ويغوط اكتر. ولما ابوه بيسمع كلامه ساعتها بتحصل الكارثة، وابوه بيقع في المية وما بيعرفش يطلع خالص، وفي الاخر بيغرق وبيموت. وده بقى بيخلي ترومان بقى عنده تروما او خوف من البحر، لانه بيكون حاسس نفسه ان هو اللي كان السبب في غرق ابوه عشان عاند معاه. وده بقى اللي بيوضح سبب رعبه من الميه لما راح عشان يركب العباره يا عزيزي المستمع. وفجاه كده بتحصل حاجه غريبه وهو قاعد، ان المطر فجاه بينزل عليه هو بس، وكل لما بيروح في اتجاه المطر بيروح عليه، وكأن حد فتح خرطوم ميه عليه ومتعمد انه يرشه هو بس. وفجاه برضه بيرجع المطر يظبط تاني والجو بيمطر عادي. فبيرجع البيت وبيقول لمراته انا بفكر يا حبيبتي لو قدرنا نوفر 8000 دولار عشان. قالت له ترومان مش كل لما تطلع مع مارلين تجيلي بحوار جديد. قال لها ليه، ما احنا ممكن نسافر ونلف العالم بالمبلغ ده. فبتقول له بطل يا ترومان تتكلم زي العيال المراهقين بقى وكبر دماغك، احنا عندنا التزامات اهم وعلينا ديون كمان، وبعدين احنا عايزين نجيب طفل بقى كده يا ترومان. فبيقول لها انت وليا فقر قوي، انا عايز اخرج والف واروح واجي واشم هوا، بس انت عامله زي الشوكه اللي واقفه في زوري. فبتقول له بقول لك يا ترومان اظبط كده عشان ما مدش ايدي عليك وما تفتحش الموضوع ده معايا تاني، انت سامع؟ وتاني يوم ترومان وهو نازل رايح الشغل بيعدي على عمه الحاج بيجيب منه جورنان وبياخد مجله زي كل يوم، وبيكمل في طريقه. بس وهو ماشي بيشوف واحد شكله كده متسول، ولما بيبص ويركز معاه بيقول بابا. وفجاه الاتنين دول بييجوا يسحبوه من
من قدامه، والعيال اللي بتجري دي بييجوا يقفلوا الطريق على ترومان، وبيبقوا دخلوا ابوه جوه الاتوبيس ده والاتوبيس بيمشي، وترومان بيحاول يجري وراه وبيقول لهم وقفوا الاتوبيس ده، بس فجاه التاكسي ده بيقف في طريقه بيعطله والاتوبيس بيبقى بعد عن ترومان. وحاجات غريبه يعني يا جدعان، ما تعرفش في ايه، في حاجات غريبه كتير بتحصل لترومان وما بيكونش لها اي تفسير. وبعدها بيروح لامه وبيحكي لها على اللي حصل معاه وانه شاف ابوه، فبتقول له يا حبيبي ما توهمش نفسك، ما انا كمان بشوفه لما بيجي لي في الحلم. فبيقول لها لا انا شفته بجد، وفي اتنين خدوه وسحبوه من قدامي وركبوه الاتوبيس. فبتقول له ترومان ما تهبلش يا ابني، انت بتهلوس ولا ايه؟ فبيقول لها يا باي حتى انت يما. وبعدها لما بيرجع البيت بيكون قاعد تحت في البدروم، وبيفتح صندوق الذكريات بتاعه ده وبيبدا يقلب في دفاتره القديمه، وبيطلع صور ليه هو وابوه لما كان صغير وبيبص فيها. بس مره واحده مراته بتنزل وبتقول له ترومان بتعمل ايه عندك؟ فبيقول لها ما بعملش، انا بصلح المكنه اللي بتقص العشب دي. قالت له دي بقت خرده، ارميها احسن وخلينا نشتري واحده جديده من ماركه معرفش ايه. ولما بتسيبه وبتطلع ترومان بيطلع مش عارف تقريبا شال او حاجه زي كده من الكيس ده، وبيبدا يفتكر زمان لما كان في الثانويه وكان وقتها منضم للفرقه الموسيقيه في المدرسه، وهو والبنت زميلته دي عينهم بتتقابل، والاتنين كان واضح عليهم يعني انهم معجبين ببعض ومركزين مع بعض وبيسبلوا لبعض وكل الكلام ده يعني. وفجاه البنت البيض دي بتيجي وبتقع على ترومان وبتقطع عليه اللحظه، وبتقول له ايه ده انا اسفه ما كنتش اقصد، ما اعرفش ايه اللي حصل، مش عارفه في ايه وكلام بيض كده احنا في غنى عنه يعني. وترومان لما بيبص على البنت اللي كان مركز معاها بيلاقيها اختفت، والبنت اللي وقعت عليه بتقول له انا اسمي ميرل، فقال لها تشرفنا وانا ترومان. وعلى فكره ميرل دي هي اللي تبقى مراته دلوقتي عزيزي المستمع. وبعدها بيروحوا لحفله رقص وبيرقصوا سوا، وفي الحفله بيشوف برضو البنت اللي كان شافها دي وبيضحكوا برضو لبعض، بس في اتنين بيطلعوا فجاه وبيزقوها وبيخلوها تختفي خالص من قدام ترومان. وبعدها ترومان وهو قاعد في المكتبه بالليل بيشوفها تاني وبيقول لها اهلا وسهلا ازيك، انت اسمك لورين؟ اسمك مكتوب هنا اهو. فقالت له اه. قال لها وانا ترومان بروبانك. قالت له طيب بص هو انا ما ينفعش اتكلم معاك. فقال لها ليه انت مرتبطه؟ قالت له لا. فقال لها امال ايه انت زعلت لما شفت البنت ميرل دي معايا؟ سيبك منها دي بنت مخبوله. فقالت له لا برضه. قال لها امال ايه تاني؟ قالت له خلينا نطلع من هنا وهقول لك. وبيطلعوا على شط البحر وهي بتقول له بص هما مش عايزين اتكلم معاك. وفجاه العربيه دي بتوصل للمكان، فلورين بتقول له بص يا ترومان اللي انت فيه ده كله مش حقيقي وكلهم بيمثلوا عليك كلهم بدون استثناء، وانا اسمي الحقيقي مش لورين انا اسمي سيلفيا. واسمه ايه ده بينزل من العربيه وبيقول لها يلا يا بيت. فترومان بيقول له انت مين؟ قال له انا ابوها. وسيلفيا بتقول له ابويا مين؟ انا ما اعرفوش واول مره اشوفه. بص يا ترومان اسمع الكلام اللي انا بقول لك عليه، كل حاجه حواليك كذب ومزيفه وده كله برنامج وتمثيل. واسمه ايه ده بيدخلها العربيه وبيقول له سيبك منها يا ابني، ده عندها انفصام في الشخصيه وبنت هبله ما تسمعش منها. وهي بتقول له تعالى ودور عليا يا ترومان وما تسيبنيش. فترومان بيقول له اسمه ايه ده بنته رايحين فين؟ قال له فيجي، رايحين لفيجي. وبياخدها وبيمشي بالعربيه، وسيلفيا بتبقى نسيت الشال بتاعها وهو ده الحاجه اللي ترومان احتفظ بيها، وبيفتكرها بالشال ده بالدبوس اللي متعلق فيه اللي بيكون مكتوب عليه هاوز ات جوينج تو اند، كيف ستنتهي الامور. وبيكون جمع صوره سيلفيا عن طريق صور البنات اللي كان بيقطعها من المجلات، وجمع القطع دي كلها عشان يعمل بها وش سيلفيا. طيب ركز معايا بقى يا عزيزي المستمع، هي حالا البنت سيلفيا دي قالت لترومان اللي انت فيه ده كله كذب ومزيف وكل اللي حواليك بيمثلوا عليك. طيب ازاي الكلام ده ويعني ايه اصلا؟ الحقيقه ان حياه ترومان دي كلها من ساعه ما اتولد لحد ما هو عايش دلوقتي هي عباره عن بث مباشر ومتابع حياته كلها بشكل يومي على مدار ال 24 ساعه، والبرنامج ده باسم ذا ترومان شو، وبيتذاع على مدار ال 24 ساعه في اكتر من كذا دوله حوالين العالم، ومتابعينه بالمليارات حرفيا ومن جنسيات مختلفه. والبرنامج مترجم لكل لغات العالم تقريبا عشان يكون هو اكبر عرض او بث تلفزيوني على مدار 24 ساعه شغال لحياه انسان كامله العالم كله تقريبا بيتفرج عليه. والمدينه اللي ترومان قاعد فيها دي هي في الحقيقه استوديو ضخم تم بناؤه جوه قبه كبيره وعلى مساحه كبيره جدا عشان تبان ان هي مدينه حقيقيه، وهي اصلا مزيفه وكل حاجه فيها اتصنعت بشكل كامل. ونقدر نقول كده ان المخرج وصناع البرنامج هم المتحكمين في كل حاجه في المدينه، الشمس، القمر، الطقس، الامطار اللي كانت بتنزل دي كلها من تصميمهم وهم اللي متحكمين فيها، وهم كمان اللي دبروا حياته عزيزي المستمع. يعني المخرج هو اللي يعتبر خطط كل حياته، وقال ان ترومان هيدخل الكليه دي وهيشتغل في الشغلانه دي وهيتجوز البنت دي ويقعد في البيت ده، سيناريو كامل مكتوب لحياه شخص كامله. والخيبه بقى ان ترومان ما يعرفش اي حاجه، ما يعرفش اي نيله، ما هو كلهم بيمثلوا عليه، كل اللي حواليه بيمثلوا عليه يا جدعان، امه، مراته، صاحبه، اي حد حواليه في المدينه دي. وفي كمان معلنين بيدفعوا عشان يعلنوا على منتجاتهم في البرنامج ده، بما انه بقى اشهر برنامج في العالم والناس بتتابعه من جميع انحاء العالم. يعني شويه تلاقي مراته بتعلن عن حاجه، يافطه في الشارع عباره عن اعلان، صاحبه بيعلن عن حاجه، والراجل اللي اسمه ترومان ده يا عيني محتاس ولا يعرف اي حاجه من اللي بتحصل حواليه. يعني تخيل ان واحد حياته كامله مزيفه ومعروضه للناس في بث مباشر حوالين العالم،
احساس ما يتوصفش يا جدعان. فنكمل. وتاني يوم ترومان وهو راكب العربيه ورايح الشغل، الراديو في العربيه بيعلق وبيفضل يودي ويجيب، فترومان بيخبطوا خبطتين ومحطه الراديو بتتحول للبث بتاع برنامج ذا ترومان شو فجاه، وبيكون بيقول ده هو رايح شمال، ده هو رايح يمين، ابا حاسب ده كان هيخبط الوليه دي. فترومان بيستغرب قوي اللي هو ازاي الراديو نقل المحطه فجاه وبقى بيبث اللي انا بعمله، وبينزل من العربيه بتاعته وبيفضل يتمشى شويه في الشارع وبيدخل المكان ده. ولما بيروح للاسانسير بيشوف ناس قاعده في مكان كده زي استوديو صغير، فبيستغرب برضه، والامن بيشده وبيطلعه بره المكان خالص. فبيقوم خابط اسمه ايه ده بالشنطه وهو واقف على السلم، واسمه ايه ولا بيدي اي رده فعل. وبيروح يدخل السوبر ماركت ده اللي بيكون صاحبه مارلين شغال فيه، وبيقول له يا مارلين انا عايز اتكلم معاك، انا في حاجات غريبه قوي بتحصل لي، معرفش بقى انا بهلوس ولا في حاجه غريبه فعلا مش عارف. وبيحكي له على اللي حصل معاه، الراديو والاسانسير وحتى لما شاف ابوه، وبيقول له نزار في حد مراقبني يا مارلين. فبيقول له ترومان ما تبلش لحسن حد يسمعك ويقول ده عقله خف ولا حاجه. وبالليل ترومان بيبقى قاعد مع مراته وامه بيقلبوا في البوم العيله بتاعهم، صور ترومان بقى وهو صغير وكده، والوليه مراته بتقوم خبطه في وشه بالالبوم وهي بتقلب في الصفح، وبتقول ايه ده احنا وهي ترومان الصور بتاعت فرحنا. وامه بتقول له انت مش ناوي بقى تجيب عيل نفرح بيه ونشيله كده؟ انا نفسي اشيل حفيده على ايدي يا ترومان. وبيسيبوه قاعد لوحده وبيقوموا يطلعوا مشوار. فترومان بيفضل يقلب في الالبوم لوحده وبيشوف صوره من صور الفرح بتاعه، بتكون مراته حاطه صوابعها فوق بعضها كده، والحركه دي معناها ان لما حد بيكون بيكذب او هيخلف الوعد بتاعه بيعملها. وتاني يوم الصبح ترومان بيكون عامل لمراته فنجان معرفش قهوه ولا ايه، واللي انا مستغرب منه انه ايه ده فنجان ده ولا طبق؟ طب لو بتاع الشوربه مثلا ما نشربش في القهوه بقى. فالمهم ترومان بيقول لها انا عايز اتكلم معاكي شويه يا حبيبتي. فبتقول له دلوقتي؟ لا مش وقته خالص دلوقتي، انا مستعجله والدنيا هناك في المستشفى بتضرب وبتقلب ومحتاج اوصل هناك في اسرع وقت. وبتطلع بتاخد العجله وبتمشي بيها، فترومان هو كمان بياخد عجلته وبيطلع وراها لحد لما بيوصل للمستشفى. ولما بيدخل الممرضه دي بتيجي بتوقفه وبتقول له انت رايح فين، عايز حاجه ولا ايه؟ فبيقول لها انا بدور على مراتي الممرضه ميرل. فبتقول له هي مع الدكتور في اوضه العمليات دلوقتي، مش هينفع تقابلها خالص في الوقت ده. فبيقول لها طيب ماشي انا همشي، وبيخليها تروح وهو بيمشي في الطرقه عشان يوصل لميرل. والحاج ده بيحاول يزنق عليه بالكرسي، واسمه ايه ده بيقفل عليه الطريق بالعربيه اللي بيجرها دي، بس هو ما بيشغلوش حد وبيعدي منهم. ولما بيبص على مراته في اوضه العمليات بيكون واضح عليهم انهم مش شغالين ولا حاجه ولا كانهم بيعملوا عمليه، وبيفضلوا يهبلوا كلهم. والامن بيجي بيسحب ترومان لورا وبيسد الشباك وبيقول له يلا من هنا عشان ما ازعلكش. فبعدها ترومان بياخد بعضه وبيروح لمكتب سفريات، واليافطه اللي في المكتب دي بيكون مكتوب عليها تنبيه للمسافرين، حرص من الارهاب والامراض والحيوانات البريه وقطاع الطرق، على اساس يعني ان ترومان هيشوفها ويجيب على ورا، ما هم اللي عاملين كده عشان يخلوه يخاف من فكره السفر اصلا. والموظفه اللي في المكان بتقول له تؤمر بايه؟ قال لها انا عايز تذكره سفر على فيجي. فقالت له طيب هتروح امتى؟ قال لها النهارده. فقالت له بس ما فيش تذاكر دلوقتي لمده شهر قدام. فقال لها شهر ليه؟ قالت له ده موسم بقى وزحمه وكده. فبيطلع لبره والاتوبيس ده بيكون واقف وبيحمل، والسواق بيكون بيقول شيكاغو الينوي انديانا ويسكونسن حد جاي. فترومان بيقطع تذكره بسرعه وبيجري بيروح يركب الاتوبيس، بس ما تعرفش ايه الفقر ده يا جدع، اسمه بيجي يدور الاتوبيس ما بيدورش وبيعطل. وعلى حظ ترومان يا دي النيله، والسواق بيقول للركاب معلش يا جدعان مش هنعرف نطلع بالاتوبيس. فكلهم بيقوموا ينزلوا ما عدا ترومان، بس هو اللي بيفضل قاعد. وبعدها بيكون قاعد في عربيته قدام بيته، ومراته بتبقى رجعت من شغلها وبتقول له قاعد في العربيه بتعمل ايه يا ترومان؟ فقال لها اركبي كده. فبتركب وبيقول لها بصي في خلال دقيقه واحده هتشوفي حالا واحده معديه راكبه عجله حمراء، وبعدها يعدي راجل شايل ورد، وبعده هتعدي عربيه بيتل. بص كده اهو الوليه هي والراجل اللي شايل ورد والعربيه البيتل اهي عدت اهي. شفت بقى انا قلت لك. عارفه انا عرفت ازاي؟ اصل الناس دي ماشيين في دواير وبيعدوا في نفس الحته كل مره، كانهم متبرمجين على كده او حد موجههم. فبتقول له انت زعلان يا ترومان عشان عايز تروح لفيجي؟ طيب روح مش هقول لك لا، حوش فلوس خلال الكام شهر الجايين دول وروح. فترومان بيقفل العربيه وبيقول لها لا هنروح دلوقتي، وبيطلع بالعربيه وبيفضل يلف حوالين نفسه كذا مره، وبيطلع على الطريق فالعربيات دي بتسد طريقه، فبيرجع بظهره وبيفضل يلف حوالين نفسه تاني وبيهبل قدام مراته وهو سايق، لدرجه ان الوليه بتكون فاكراه انه اتهبل او حاجه. وهو بيقول لها شايفه يا حبيبتي نفس الطريقه اهو، العربيات اللي كانت سد طريقنا راحت فين بقى؟ وبيوصل لحد الكوبري ده وبيخلي مراته تمسك الدركسيون وبيدوس بنزين جامد وبيقول لها سوق انتي، فبتضطر انها تسوق هي عشان ما يلبسوش ويروحوا في داهيه. وفي الطريق النار دي بتظهر قدامهم فجاه، فترومان بيدخل فيها وبيعدي منها عادي ولا بتفرق معاه، وفجاه بيلاقي الطريق مسدود قدامه والحكومه هي اللي بتكون قافلاه بسبب قال ايه ان في تسريب اشاعات نوويه والوضع خطر وكده. والظابط ده بيقول لترومان ما ينفعش خالص تعدوا من هنا، ارجعوا تاني ماشي يا ترومان. فبيقول ترومان اللي هو استغرب عرف اسمه منين يا عزيزي المستمع. ومره واحده بينزل من العربيه وبيفضل يجري في الشارع وبيدخل للغابه، والرجاله بيطلعوا يجروا وراه لحد لما في الاخر بيمسكوه بيجيبوه على الارض.
الارض. وبعدها بيكونوا رجعوه على البيت ومراته بتقول له انا معرفش انت مالك يا ترومان، ما انتش مظبوط خالص يعني. فبيقول لها هو انت اللي عايزه تخلفي مني؟ ده انت مش طايقاني اصلا. فبتقول له لا خالص، ما تخليني اعمل لك كوبايه كاكاو من نوع موكاكو، هو معمول من حبوب الكاكاو الفاخره وما فيهوش اي محليات صناعيه. فبيقول لها هو انت يا مره ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو ايه علاقه ده باللي بنتكلم فيه؟ انت عايزه تجننيني. فبتمسك المقشره وبترفعها عليه وبتقول له ارجع يا ترومان انت بتخوفني. فبيقول لها وانت هتعملي ايه يعني؟ هتقطعيني ولا تشرحيني ولا تبشريني؟ ما هي فيها خيارات كتير، تعالي يا مره يا بنت وبيمسكها فبتبص لواحده من الكاميرات وبتقول اعملوا حاجه. فبيقول لها ايه انت قلت ايه حالا؟ انت بتكلمي مين؟ فبتقول له مفيش، وبتروح تجري ناحيه الباب. فبيقول لها تعالي يا مره. بس مره واحده الباب بيخبط وبيدخل صاحبه مارلين فجاه، ما تعرفش طلع فجاه منين ده يعني. وبعدها بياخد ترومان وبيطلعوا هما الاثنين بره. وترومان بيكون بيقول له انا مش عارف في ايه يا مارلين، مش عارف ان كنت انا اتجننت ولا ايه، انا حاسس ان العالم كله بيراقبني. فمارلين بيبدا بقى يفكروا بالذكريات وبيقول له احنا اصحاب من ايام ما كنا عيال يا ترومان، وكنا بنغش من بعض في الامتحانات. وبيفكروا بكام حاجه تانية كده وبيضحكوا سوا. وبيقول له احنا كنا مع بعض على طول زي الاخوات يا ترومان، وانا هعمل اي حاجه عشانك والكلام ده. اصحاب في اجازه يا جدعان. بس الكلام ده بقى بيكون في حد بيملهوله واللي هو المخرج نفسه، وبيمليه الكلام اللي هيقوله لترومان عشان يطلع بلقطه دراميه تخلي المشاهدين يتاثروا. وحتى ترومان نفسه بيتاثر بالكلام وعيونه بتدمع. ومارلين بيقول له انا لقيت ابوك لسه عايش فعلا يا ترومان. وابوه فعلا بيوصل المكان وترومان بيروح يقرب منه، والمخرج بيكون بيوجه الفريق يعمل ايه عشان يطلع اللقطه باحسن شكل. والاتنين بيتقابلوا وبيحضنوا بعض والمشهد بيأثر في الناس فعلا، والمخرج بيبقى طلعه باحسن شكل. والفريق بيكون مبسوط بالشغل اللي عملوه ده، والمشاهدين كمان بيبقوا فرحوا باللي حصل. بس بقى البنت اللي اسمها سيلفيا بتبقى قاعده قدام التلفزيون بتتفرج على اللي حصل ده، وبتبقى زعلانه على حاله ترومان ان هو ما يعرفش ان كل اللي حواليه دول بيمثلوا عليه وكل حاجه مزيفه. وفي العالم الحقيقي المذيع ده بيكون بيقول اعزائي المشاهدين احنا عندنا مقابله مميزه جدا مع مخرج وصانع البرنامج النهارده، وهنسمح للمشاهدين كمان انهم يسالوا بعض الاسئله بخصوص البرنامج. والمخرج ده اسمه كريستوف، وبيكون قاعد هو والفريق بتاعه في القمر بتاع المدينه اللي صنعوها وبيصوروا البرنامج فيها، يعني قمر المدينه بيكون برضه هو مركز التحكم بتاع البرنامج. والمذيع بيسال كريستوف وبيقول له ترومان دلوقتي وصل ل 30 سنه وبداتوا البث معاه من ساعه ما اتولد لحد دلوقتي، ازاي قدرتوا بقى تخفوا عليه الحقيقه الفتره دي كلها وما تخلوش يحس باي حاجه؟ فقال له في الحقيقه ترومان من وهو صغير كان فضولي بيحب الاستكشاف، فاحنا كان لازم نحجم الامور وما نخليهاش توسع عن كده، عن طريق بقى ان احنا نخليه ما يفكرش في الامور دي ونخوفه من العالم الخارجي، وان اي حاجه غير ان احنا عايزينها هو يفكر فيها نمنعه منها ونشيلها من قدامه. يعني هقول لك ازاي. ترومان مثلا لما كان صغير في المدرسه سال الاستاذه بتاعته وقال لها انا عايز اكون مستكشف والف في العالم، فهي كان المفروض ترد عليه وتقول له ما تهبلش يا حبيبي، العالم ما عادش في حاجه عشان تكتشفها. وده اللي قالته فعلا. وكل لما كان يجي يتخطى الحدود المسموح بيها كنا بنمنعه عن طريق بقى ان احنا نحط له كلب في وشه يخوفه، واحد يوقفه، عربيه تقف قدامه وكده يعني. وبعدين جت لي فكره ان اخلي ابوه يغرق في البحر قدامه عشان اخلي ترومان يخاف من البحر ده خالص. فقال له طيب انت ازاي بقى توضح للمشاهدين ظهور ابو ترومان تاني من بعد غياب 22 سنه؟ قال له هيكون كان فاقد الذاكره. فقال له طيب ماشي، احنا نستقبل بقى مكالمات بعض المشاهدين. وفي واحد بيكلم كريستوف وبيقول له استاذ كريستوف هو انتوا عندكم كام كاميرا في البرنامج او المدينه الصناعيه دي؟ قال له حوالي 5000. والمذيع بيقول له ده فعلا يا كريستوف، البرنامج حقق ارباح ومبالغ خياليه ممكن توصل لميزانيه دوله صغيره. فقال له بس انتوا ما بتشوفوش اللي بيحصل ورا الكواليس. وسيلفيا بتكلم كريستوف وبتقول له انت راجل ناقص وكذاب، واللي انت عملته مع ترومان ده ما يرضيش حد. فبيقول انا فاكر كويس الصوت ده مش غريب عليا. بص يا سيلفيا، هو مش عشان انت وترومان عينكم اتقابلت وحصل بينكم اعجاب فكنت فاكره انك هتغيري حاجه، لا ده انا المخرج هنا واللي مخطط لكل حاجه هتمشي ازاي. فبتقول له بس انت خدته من وهو طفل رضيع عشان تصور البرنامج بتاعك البيض ده، انت ما فيش في قلبك رحمه؟ مش حاسس باي ذنب؟ فبيقول لها انا يا بنت صنعت له حقيقه اي حد يحلم بيها، ولو كان في العالم الحقيقي ما كانش هيبقى عايش العيشه دي. فبتقوم قافله السكه في وشه وبتبص على صوره ترومان وهو في التلفزيون وبتكون زعلانه ومتاثره على الحاله اللي هو فيها دي. وتاني يوم الصبح ترومان بيطلع من بيته عشان يروح شغله زي اي يوم او حلقه عاديه، وبيسبح على الجيران وبيقول لهم صباح الخير يا جماعه. فبيقولوا له صباحك زي العسل. قال لهم ولو ما عرفتش اشوفكم. فهم بيردوا عليه بقى وبيقولوا له صباح الفل في مساء الفل في تصبحوا على خير. وبيركب عربيته عشان يروح الشغل وبيقابل الاثنين التوأم زي كانها حلقه عاديه او احداثها متكرره. ولما بيروح المكتب بيكون بيتكلم في التليفون ومشطوب الاسم زميله في الشغل بيكون جايب له واحده على اساس انها هتكون زميلته في المكتب، وبعدين بقى هيعجب بيها ويتجوزوا وكل الكلام ده زي ما المخرج مظبط كده يعني، لانه بيكون ساب مراته ميريل من اخر خناقه بينهم. وبالليل ترومان بيبقى نايم في البدروم، والغريبه انه بيكون بقاله فتره كبيره نايم زياده عن العادي. فالفريق بيفتحوا الصوت وبيعملوا زوم عليه فبيسمعوا صوت شخيره عادي، فبيراجعوا الكاميرات وبيلاقوه كان عمال يلف حوالين نفسه شويه وبعد كده نام. بس المخرج كريستوف بيقول لا في حاجه اتحركت هنا، هي ده الظاهر هو. ولما بيعملوا زوم بيكون
بيكون واضح ان دي ايده فعلا. فبيقول اسمه ادي بعت صاحبه مارلين يشوفه. فمارلين بيروح له البيت وبينزل له البدروم وبيروح عشان يصحيه، فبيلاقيه حاطط دميه على السرير وسايب راديو حاطط فيه صوت شخيره. فكريستوف بيقول له مارلين دور عليه كويس هو لسه في الاوضه. فمارلين بيدور عليه لحد لما بيفتح الخزنه دي وبيلاقيها مكسوره من فوق وترومان هربان منها. فكريستوف بيقول للفريق وقفوا البث، وبيوقفوا البث والمشاهدين بيتصدموا انه ازاي البث وقف فجاه كده، ايه اللي حصل يا جدعان؟ والتليفونات بتنزل رن على دماغ كريستوف والفريق بتاعه كلهم بيحتاسوا والدنيا بتقوم ما بتقعدش وكل حاجه بتبوظ. حتى بيبعتوا ممثلين المدينه كلهم يدوروا على ترومان راح فين. اصل غريبه ترومان اختفى فجاه ومالوش اثر في اي حته في المدينه. وكريستوف بيقول للفريق طلعوا الشمس دلوقتي، وبيطلعوا نظام الشمس والدنيا بتبقى نهار فجاه عشان يعرفوا يدوروا على ترومان. واسمه ايه ده بيجي وبيقول ما ينفعش كده يا كريستوف، ده الاعلام مطلع اشاعات انه مات والناس الراعين في البرنامج بيهددوا بفسخ العقود والدنيا هتخرب. وكريستوف بيقول ما عادش فاضل غير منطقه واحده، دوروا كده في المينا وافحصوا البحر. فلما بيدوروا بيلاقوا ترومان فعلا وبيكون راكب مركب وسارح في البحر. فبيقول لهم طيب ماشي افتحوا البث تاني، وبيفتحوا البث بيرجعوا المشاهدين تاني والكل بيركز. وترومان بيفتح الصوره اللي معاه اللي جمعها لسيلفيا وبيكون هدفه انه يدور عليها ويلاقيها. وهما بيقولوا احنا هنوقفه ازاي دلوقتي يا جماعه؟ فكريستوف بيقول اسمه ايه ده افتح العاصفه عليه. فبيفتح برنامج الطقس الصناعي وبيشغلوا عاصفه رعديه والمطر بينزل على دماغ ترومان. ومن قوه العاصفه اللي هو بيفضل يوقع في ترومان وترومان يقوم ويقع ويمسك في الحبل ويقاوم ويعافر ويشد حيله، والبرق بيضرب الشراع بتاع المركب وترومان بيوقع في الميه والموج بيبعده عن المركب، بس هو بيقاوم وبيفضل يعوم لحد لما بيوصل للمركب تاني وبيطلع عليه. وبيقول هو ده كل اللي عندك؟ ده انت لو هتقتلني وانا بقول لك اهو مش هتعرف توقفني غير لو قتلتني. فكريستوف بيقول اسمه ايه ده زود قوه الرياح. فبيقولوا له انت ايه اللي انت بتقوله ده يا كريستوف، انت عايز تموته؟ فقال لهم ما هو اتولد قدام الكاميرات ولو هيموت يموت قدامها برضه. فبيقولوا له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لهم اخرسوا. وبيرفع هو قوه الرياح والموج بيعلى وبيخبط ترومان جامد وبينيم المركب على جنبه، وترومان بيغوص في الميه وبيفقد الوعي وبيغمى عليه. فكريستوف بيقول لهم كفايه كده وقفوا العاصفه، وبيوقفوها والمركب بيرجع يتعدل تاني. وترومان بيفوق وبيقوم يشد حبل الشراع تاني بيفتحه والمركب بيرجع يتحرك. وفجاه وهو ماشي المركب بيقوم خابط في حيطه كبيره واللي بتكون هي نهايه البحر في المدينه الصناعيه دي. ولما ترومان بيحط ايده عليها بيحس باحساس اللي هو ده فعلا كل حاجه مزيفه، وبيفضل يخبط فيها بدراعه وبكتفه اللي هو انا عايز اخرج من هنا خلاص. وبينزل بيتمشى جنب الحيطه دي وبيشوف السلم اللي في الجنب ده، فبيطلع عليه وبيوصل لباب كده مكتوب عليه خروج، ولما بيزقه بيفتح. فكريستوف بيضطر يكلمه بقى بصوته وبيقول له ترومان تقدر تتكلم انا سامعك. فقال له انت مين؟ قال له انا المخرج. فقال له طب وانا؟ قال له انت النجم، انت كل حاجه، ومتابعينك اللي بيحبوك بالمليارات، ومفيش احسن من العالم اللي انا صنعته لك ده، لان العالم بره انت مش هتحبه خالص ولا هتعرف تعيش فيه. فبيقول له انا مش هسمح لك انك تكون حاطط كاميرا في راسي. قال له لا يا ترومان انت هترجع، انا مظبط لك حياه حلوه هتعيشها. ايه اتكلم قول حاجه، ساكت ليه؟ انت قدام التلفزيون. فبيلف وبيبص للكاميرا وبيقول جملته الشهيره اللي هي ايه بقى يا عزيزي المستمع؟ In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. وبيديلهم التحيه